في ناس بتقعد عمرها مستنية اللحظة اللي تبدأ فيها، لحظة الإلهام، لحظة الحماس، اللحظة اللي تحس فيها إنك جاهز. بس الحقيقة اللحظة دي مش هتيجي، ولو استنيتها هتفضل مكانك سنين. لكن في نوع تاني من الناس، ناس بتخلق اللحظة مش بتستناها. ناس بتقوم من السرير وهي لسه تعبانة، وبتذاكر وهي لسه مخنوقة، وبتحارب وهي لسه خايفة، والناس دي هي اللي بتبقى الأوائل. بس خليني أحكي لك قصة مشهورة بين توبرز. قصة ولد عادي جدا اسمه ياسر، مش عبقري ومش متفوق، كان دايما في نص الصف، ولا حد كان متوقع منه حاجة. لحد ما في يوم وهو قاعد قدام المراية قرر يكون الأول على الجمهورية. في سنة كاملة؟ لا، في شهر واحد بس. الناس ضحكت، أصحابه قالوا له أنت بتتكلم إزاي؟ أهله نفسهم افتكروا إنها نوبة حماس وهتعدي. بس هو عمل حاجة ما حدش قدر يفهمها، قرر يختفي شهر. اختفى من كل حاجة، تليفونه اتقفل، السوشيال مش موجودة، الخروجات اختفت، الكلام الكتير اختفى. فضلت حاجة واحدة بس، طموحه. الناس قالت هيفشل، بس هو قال حتى لو فشلت هفشل وأنا بجري مش وأنا ثابت. أول يوم عدى صعب، تاني يوم أصعب، تالت يوم حس إن عقله هيقف. بس الغريب بعد أسبوع بدأ يعرف قيمة الشهر، بدأ يحس إن دماغه بتفتح وإن تركيزه بيزيد، بدأ يفهم المواد اللي كان بيهرب منها، وبقى بيذاكر بعمق مش كميات. ودخل في اللي يسموه the flow state، حالة من التركيز تخليك تنسى الدنيا كلها. كان بيصحى 6 الصبح، يشرب مية، يفتح كتاب، يذاكر 90 دقيقة، يريح 10، يراجع، يختبر نفسه لحد ما دماغه تبقى سخنة من التفكير. كان بيذاكر وهو تعبان، وهو زعلان، وهو محبط، بس كان عنده حاجة محدش عنده: أنا هدخل التاريخ حتى لو كنت آخر واحد متوقع يدخل. واللي بيحصل في الشهر ده مش طبيعي. انت بتكتشف نفسك من أول وجديد، بتعرف إنك كنت أقل بكتير من قدرتك، بتعرف إنك كنت عايش بنص طاقتك، نص تركيزك، نص مجهودك. وتبص لياسر تلاقيه بقى نسخة تانية، النسخة اللي بتبقى الأول. شهر واحد بس، كتب كل كلمة، راجع كل درس، فهم كل نقطة. خاف؟ فكر يسيب كتير، بس كل مرة كان يقول آخر 30 يوم في السنة يا إما يرفعوني فوق يا إما يدفنوني تحت. وكان اختياره واضح. وفجأة دخل الامتحان، والناس فاكراه إنه رايح يتمرمط كالعادة، لكن اللي حصل إنه أنهى الامتحان وهو مبتسم، عارف الإجابات، فاهم الأسئلة، مش حافظ، فاهم. والنتيجة طلع الأول على الجمهورية في شهر واحد. وكل نتيجة مش مرة، ده بقى رمز، بقى مثال، بقى دليل حي إن النجاح مش وقت، النجاح نظام، قرار، اختيار. وانت انت مش مختلف عنه، مش أقل، ومش محتاج سنة، انت محتاج شهر واحد تبقى فيه نسخة منك بس upgraded. شهر واحد تمنع الضوضاء، تقفل التليفون، تبعد عن الناس اللي بتسحدك، تلتزم بجدول بسيط بس تلتزم بيه لحد آخر نفس. شهر واحد تفهم كل حاجة، تحل كل ليلة، وتنام وانت راضي عن نفسك، مش بالقوة لكن بالاتساق. شهر واحد وتقوم من الامتحان وانت عارف انك عملت اللي محدش قدر يعمله. شهر واحد وتبص لنفسك تقول أنا اللي بنيت ده. شهر واحد يكفي ويمكن أكتر من كفاية. وآخر حاجة هقولها لك، لو حضرتك فعلا ناوي تكون الأول، ابدأ دلوقتي، مش بعد شوية، مش بكرة، مش بعد الفيديو، دلوقتي. افتح كتابك واكتب أول سطر في مستقبلك، وحط نفسك مكان الأول، لأن مكانك مش تحت، مكانك فوق. ولو شايف ان الفيديو ده ساعدك حتى بنسبة صغيرة، اعمل لايك وسبسكرايب، علشان اللي جاي هيبقى اقوى وهيبقى ليك مخصوص
علشان تبقى مش بس الأول، تبقى الأول من غير منافس.